السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربتي، خاصة مشاهدي قسم الموتوسيكلات حبايبي. يا رب تكونوا كويسين. الفيديو دوت هنقول لكم فيه عن ناس كتيرة جدا كانت عمالة تسأل على الزيت الشيل التقيل. زيت الشيلتي استخدمه ولا لا؟ كذا نفس السؤال بيتسأل كل شوية. انا لسه جايب المكنة ولسه بلاين حطيت منه. انا لسه جايب المكنة ومعرفش وحطيت وبغير منه. الزيت ده حلو ولا لا؟ كذا سؤال بكذا طريقة من كذا واحد، فقلت اقول لكم على تجربتي معاه واللي اعرفه عن الزيت دوت. وياريت تفهموا الكلام وتعقلوه واحدة واحدة كده عشان تعرفوا الدنيا فيها ايه ورايحة فين وجاية منين. اول حاجة هبدأ معاكم في الكلام عن الزيت الشيل التقيل الاحمر. الزيت ده احدد درجة، يعني مكتوب عليه 50 بس. 50 بس يعني اللزوجة بتاعته وهو بارد وهو سخن تقيلة. فطبعا دوت بيأثر بالسلب على الموتور. الموتور محتاج اول ما يعني انت اول ما بتفتح الكونتاكت وبتشغل، المفروض الزيت بيبقى هنا في القعر، في الموتور من تحت. فانت لما تيجي تدور الموتور، المفروض هنا عندك قلة الزيت، هترفع لك الزيت للحدافة، والمفروض في مجاري بقى بتوصل لفوق كده لغاية راس السلندر من فوق، وترجع بعد كده يعني بتطلع لغاية فوق الزيت، وبعد كده الزيت ينتشر بقى على التروس وشجرة الغيارات والبلي اللي جوه والحدافة تاني من بره ومن جوه، يعني بينتشر في الموتور كله. فايه اللي بيحصل لما انت بتحط الشيل التقيل؟ الشيل التقيل انت مجرد ما بتدور الموتور، الشيل ده التقيل دوت زوجته عالية 50 بس. فعشان يطلع في ترمبة الزيت تاخده وتطلعه على الراس من فوق، ويرجع يبدأ ينزل وينتشر وينزل تاني ويخش على البي ال كده، هنقول مثلا هتاخد دقيقتين 3. ماشي؟ انت متخيل ان انت لما بتدور الموتوسيكل وبتسخن، على الاقل خالص هنحسبها كده ان هو انت على الصلانسي يعني مثلا نقول 1500 لفة في الدقيقة. تخيل كده ان انت عقبال ما الزيت يطلع وينزل، هنقول دقيقتين مش هنقول 3، دقيقتين. تخيل 3000 لفة في الدقيقة الموتور من غير زيت. انت متخيل الرقم؟ 3000 لفة من غير زيت، حديد عمال يطلع وينزل وحديد عمال يلف جوه من غير زيت. ده هيبقى حلو ولا وحش؟ فيعني انت متخيل عدد اللفات مع الاحتكاك اللي جوه مع درجة الحرارة، وكمان احنا في صيف. والكارثة بقى ان ممكن تلاقي واحد يروح مدور ويمشي من غير ما يسخن ولا اي حاجة، يعني كمان بيزيد البلة طيب. فانا كنت بستخدم الزيت ده وقعدت فترة عليه، بس طبعا عمل لي خشونة في الموتور. اضطريت ان انا اعمل فكيت الموتور وحليته وغيرت شجرة الغيارات بتاعت التروس وكده. دخلت في مبلغ، والكلام ده كان في الرخص، الكلام ده من حوالي 3 سنين. فكان مبلغ يعني قول مثلا ساعتها كانت العمرة ب 2000 جنيه. كان اخويا محمد السيد الله يبارك له صاحب قناة عيادة الموتوسيكلات هو اللي عاملها لي. فتخيل بقى دلوقتي انت عشان تعمل عمرة اقل حاجة 4000 جنيه ولا 3000 ونص. طب ليه؟ ايه اللي يدخليك تخش في الموال ده كله عشان خاطر كيلو زيت؟ سيبك بقى من الكلام اللي يقول لك اصل لا ده الزيت ده تحفة ده تقيل. هو تحفة بس بعد 300 كيلو. يعني تخيل كده عشان تاخد منه احسن اداء تمشي عليه 300 كيلو. يعني انت مثلا تخيل كده مثلا تقعد مثلا اول 300 كيلو في الغيار الزيت دوت. الزيت بيبقى تقيل وبيطلع بصعوبة، ولغاية ما اللزوجة بتاعته بتبدأ تروح بعد 250 كيلو 300 كيلو في الحر دوت.
وبعد كده تلاقي الزيت بدأ يبقى مظبوط معاك ويبقى كويس وكده. طب اول 250 كيلو اول 300 كيلو دول تخيل بقى الموتور بيحصل فيه التآكل اللي جوه والحاجات اللي جوه دي، فحرام. يعني احنا بنحافظ على الموتور على قد ما نقدر عشان قطع الغيار غالية، وحرام ان انت يعني متخيل كده مثلا ان اول 300 كيلو اول 250 كيلو الموتور بيتاكل وبياكل في نفسه من جوه وبيحتكاك وحديد في حديد، وتخيل بقى كمان في الحر دوت. فحرام يا جدعان، حرام ان انتوا تعملوا عمرة بدري بدري. حاول تحافظ على الموتور على قد ما تقدر، حاول تخلي بالك من الموتور. الموتور مش مجرد ان انت بتحط له زيت من تحت وبنزين من فوق وتدوس بنزين بيطلع ويمشي. راعي الموتور. خلي بالكوا، يعني السواقة بغشم حتى لو انت حاطط برضو زيت نضيف يا جدعان. حتى الكتالوج هتلاقي مكتوب فيه ما تدورش وتمشي على طول. اقعد فترة لغاية عشان ودي فرصة للزيت ينتشر في الموتور. يعني حتى انا ان شاء الله باذن الله هعمل سلسلة فيديوهات عن الصيانة اللي في الكتالوجات، عشان الناس اصلا مش عارفة يعني ايه كتالوج. انا في ناس بتشتري الموتوسيكل كده وبترمي الكتالوج، في بياعين في المعارض ما بيدوش اصلا الكتالوج مع الموتوسيكل. فاحنا في كارثة ان انت مش مجرد بتاخد حاجة كده بتدور وبتمشي. احنا المفروض نفهم الموتور اللي تحت رجلك ده امكانياته ايه، بيتظبط ازاي، تتعامل معاه ازاي عشان يقدر يعيش معاك اطول فترة ممكنة. ف يعني عشان خاطري خلي بالكم من موضوع الزيت ده. بلاش الزيت الشيل التقيل. الشيل التقيل هيدمر الموتور. استخدم على الاقل خالص اقل حاجة 20-50 اي نوع انت مرتاح له، شيل توتال اي نوع. اي نوع ترتاح له ما عدا اي حاجة عادية الدرجة. بلاش اي حاجة مكتوب عليها 50 بس، بلاش. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي باذن الله.